اسمع معايا الفيديو ده كده. اللي عايز ينجح بسرعه ده عنده مايند سيت اسمها الجامبلر مايند سيت، عقليه المقامر. لما بينجح ما بتعرفش تكررها، ولما بيخسر ما بتعرفش تكررها، وغالبا خسائره بتبقى اكتر من مكاسبه. طبعا احنا مش محتاجين نشرح كلام الاستاذ صلاح ابو المجد. الجامبلر مايند سيت او عقليه المقامر هي اكبر سبب فشلك في الفريلانس. طيب علشان اتخلص من العقليه دي وابني عقليه جديده وهي الفارمر مايند سيت او عقليه المزارع، اعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، فاشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش ويلا بينا. اولا احنا لازم نعرف ايه هي الجامبلر مايند سيت في الفريلانس، وهي ببساطه تفكير الفريلانسر مع شغله على انه قائم على الحظ المطلق والاحتمالات فقط، مش على داتا وتحاليل. يعني ماشي في الشغل بالحب والكنتلوب وبنقول اهو يمكن تصدف. والافظع من كده ان الجامبلر مايند سيت لما بيشوف حد ناجح فورا بيقول ده محظوظ. وهنا نسال سؤال، هل ممكن عقليه المقامر تنجح؟ ببساطه ولكن اتحداك لو عرف يكرر النجاح ده تاني، لان نجاحه هنا مبني على الحظ المطلق، مش داتا وتحاليل وخطوات عملية هو اشتغل عليها. يعني زي المقامر بالظبط، الزهر هيخدمه مرة ولكن مش كل مرة. وهنا بتظهر عقلية المزارع، الفارمر مايند سيت. عقلية المزارع دي بتقول ان المزارع بيزرع قبل ما يجوع ب6 شهور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المزارع بيزرع الارض ويهتم بيها ويفضل مستني انها تطلع الثمر بتاعها بفترة كفاية قبل ما يجوع، علشان يفضل ياكل من الثمر بتاعها لحد اخر السنة، ويكرر نفس العملية كل مرة. زرع، صبر، حصاد. حلو جدا. انت كفريلانسر ازاي تتبنى عقلية المزارع او الفارمر مايند سيت؟ الخطوة الاولى، ازرع كل يوم. اكبر غلطة بيقع فيها اي فريلانسر انه بيشتغل لما يحس انه عايز يشتغل، لكن الفارمر عمره ما بيزرع بالمزاج. هو عنده نظام وسيستم واضح، بيشتغل كل يوم سواء حاسس انه عايز يشتغل او لا، سواء مزاجه حلو او لا، دايما بيشتغل. وانت كفريلانسر لازم تنزل محتوى بشكل مستمر، تبعت بروبوزلز بشكل مستمر، تطور مهاراتك حتى لو 20 او 30 دقيقة بس في اليوم، لان البذور اللي بتزرعها دلوقتي هي اللي هتأكلك كمان شهرين او 3 شهور. الخطوة الثانية، اشتغل على المدى الطويل مش على اللقطة. الجامبلر مايند سيت او عقلية المقامر دايما بتدور على الفرصة، على الضربة، فيديو يفرقع، عميل يدفع فلوس كتير، حاجة كونية تحصل فتغير كل حاجة، ودي كارثة. على العكس الفارمر مايند سيت، عقلية المزارع بيسأل نفسه هو ازاي اخلي الموضوع ماشي بشكل مستمر، ازاي ابني سيستم يخليني اعرف كل شهر اجيب كلاينتس. يعني بدل ما استنى عميل واحد يدفع فلوس كتير مرة واحدة بس، ازاي اعرف كل شهر اجيب كلاينتس. وده اللي هنعرفه الفيديو الجاي، فاعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش سبسكرايب. نرجع لموضوعنا، مش عايزين ضربة حظ، احنا عايزين مكنة شغالة بتجيب فلوس. الخطوة الثالثة، وركز هنا كويس، افصل ما بين المجهود وما بين النتيجة. المزارع مش بيزرع النهاردة عشان يحصد بكرة، هو عارف ان في وقت لازم يعدي. لكن الجامبلر مايند سيت في الفريلانس بينزل بوستين على الفيسبوك ويقول لك مفيش فايده، يكلم كلاينت او اتنين ويقول لك السوق واقع، ودي اكبر كذبه بتدمر مستقبلك. الحقيقه ان كل مجهود انت بتعمله بيتخزن حتى لو مش شايف نتيجته دلوقتي. الخطوه الرابعه، الارقام ما بتكذبش. الجامبلر او المقامر ماشي بالاحساس، انا حاسس ان الفيديو ده هيفرقع، انا حاسس ان الكلاينت ده هيدفع فلوس كتير، انا حاسس ان في فرصه. على عكس الفارمر او المزارع دايما بيبص على الارقام. الفريلانسر الشاطر دايما يبص على الارقام، هو نزل كام بوست، نزل كام فيديو، كام كلاينت كلمهم النهارده، وكام كلاينت ردوا عليه خلال الاربع 5 ايام اللي فاتوا، وليه ردوا عليه، ايه اللي شدهم في البروبوزل بتاعه، او ايه اللي محتاج يتعدل في الفيديو ده، او ايه اللي محتاج يتعدل في المهارات بتاعته. دايما بيبص على الارقام، وافتكر دايما ان الارقام ما بتكذبش. الخطوه الخامسه، اصبر لحد ما تشوف نتيجة، ودي أصعب حاجة. الفرق الحقيقي ما بين المقامر والمزارع هي حاجة واحدة بس، وهي الصبر. الجامبلر بيزهق بسرعة، عايز يرمي الزهر علشان يضاعف فلوسه في ثواني، لكن الفارمر عارف إن نجاحه بطيء ولكن مضمون. لو انت زرعت صح واستمريت وغلطت واتعلمت، مفيش مجال انك ما تنجحش، مستحيل. فالسؤال الحقيقي مش هنجح ولا لا، السؤال الحقيقي هل هستمر لحد ما انجح ولا هستسلم بسرعة؟ فلو عايز تنجح في الفريلانس بطل تفكر زي الجامبلر أو المقامر، وتبنى عقلية المزارع، وخليك فريلانسر فلاح.
ولو وصلت لحد هنا فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل سبسكرايب عشان الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي نعمل سيستم كل شهر يخليك تجيب كلاينتس. هيكون فيديو عملي، هيكون فيديو طويل شويه، فحضر الحاجه اللي هتشربها من دلوقتي. وبس كده، سلام.